السلام عليكم ومرحبا بكم مع الشيف والد. اليوم ان شاء الله كما راكم تلاحظوا معايا طاولة جديدة، طاولة مميزة، الوان مختلفة ومقادير جد بسيطة. نوعت لكم اليوم في هذه الطاولة على بالي راح تعجبكم بالبزاف بهذا الكراتان اللي على بالي لو كنت تكتشفوه اليوم ما تصدقوش البنة تاعو. نخليكم مع مقادير الوصفة وطريقة التحضير. اول حاجة نقولوا بسم الله، نبداو الوصفات تاعنا ولا المنيو تاعنا تاع نهار اليوم. ديت هنايا راس تاع شوفلور يكون كبير، أنا باسكو الحجم تاع العائلة تاعي سا ديبون الأفراد تاع الأسرة تاعكم هكذا. ديت هنايا راس تاع شوفلور، قسمتو دي بوكي كيما راكم تلاحظوا، ما فتتوش، سي جوست دي بوكي دي بوكي. عمرتو بالماء ديك السرونة، درت لهم فص تاع الثوم. درت هنايا 2 مكعبات تاع مرق الدجاج اللي درتو ديجا في القناة ديالي، خدمتو لكم في البيت. اكتبوا مكعبات مرق الدجاج شاف والد يخرج لكم. ورقة تاع الرند باش الشوفلور تاعكم ما يجيش يريح. ونخليه فوق شوية تاع الملح ونخليه فوق النار يغلي لي هكذا باش يجيني بنين. من جهة أخرى حكمت شوية قدرة تاعي ولا مقلة كبيرة تاعي، درت لها 2 مغارف حتى 3 مغارف كبار تاع زيت الزيتون. عندي حبة بصل تكون مفرومة قطع صغيرة. عندي 2 فصوص تاع الثوم وكمية تاع الدجاج كيما راكم تلاحظوا الدجاج مفروم. هنايا ديت سخنت الزيت تاعي جيدا. رميت فوقها هذاك البصل اللي يكون هكا مفروم ولا مقطع مكعبات صغيرة. 2 فصوص تاع الثوم اللي كنت كرفستهم ديجا. ونقلي جيدا داك البصل تاعي هكذا باش يطلق لي البنة تاعو ويجيني بنين في الحشو تاعي. بعدا كي تقلى لي جيدا هذاك البصل ما ديرولو ني ماء ني فلفل كحل ني والو، حتى ترميو البولي تاعكم. عندي كمية تاع الدجاج مفروم كيما راكم تلاحظوا، الكمية اللي حبيتوها نتوما. ديت شوية تاع الملح، شوية تاع فلفل اسود، وراح نزيد كالعادة شوية توابل تاع الدجاج. هذا باش راح نديركم ايبيس. راح نقلي جيدا هذاك الدجاج تاعي مع هذاك البصل هكذا باش يجيني بنين، وهذاك البصل تقلي كامل البنة تاعو ولا لي كاراميليزي. صدقوني واحد البنة اللي راهي تريح هايلة. هذاك الشوفلوغ راهو بدا يغلي، يعني دوزيام كوتي من هنايا راكم تشوفوا فيه راهو يغلي. خليته حتى تشوفوا في الشوفلوغ تاعكم طاب لكم كامل. فوالا. هنايا كي قليت الدجاج تاعي، شوفوا قليوه مليح الدجاج ما تخلوش خضر. كي قليته جيدا واش راح نضيف فوقه، راح ندير شويه تاع المعدنوس ونطفي النار. اشاك فوا نقول لكم كي ديروا في طيابكم شويه تاع المعدنوس، توجور غير نديروا المعدنوس طفوا النار هكذا باش يقعد يحافظ لكم على الريحه تاعو، والطياب تاعكم يجيكم بنين، وهكذا يقعد اللون تاعو شباب. ديباراسيتو في اون اسيات خليته يبرد لي. في هذيك القدره ولا هذيك المقله تاعي نفسها ندير ملعقة بلا ما تغسلوها باش تجي بنينة. ديروا ملعقة كبيرة تاع الزيت تاع الزبدة عفوا، مع ملعقة كبيرة تاع فرينة كما راكم تلاحظوا. نحرك هذوك المقادير، النار نقصلها باش ما تحرقليش هذيك الفرينة. ونبدا نضيف الحليب غير بالعقل. راح نحضروا بيشاميل. هاد البيشاميل باش نديروها الكراتان تاعنا تجينا بنينة. دوك نقول لكم راح نضيفوا لها اضافات. هنايا نحرك، كل ما نشوفها عقدت لي نزيد شويه حليب حتى نتحصل على القوام اللي نحبو انايا هكذا. نتوما الحليب ما نقدرش نقول لكم المقدار نهار حتى نهار اليوم، باسكو البيشاميل تختلف على اللي مداري نديرها لكم هكذا. دوك درت شويه حليب ونحرك، شويه حليب ونحرك حتى نشوف القوام ديالي اللي نتحصل عليه. فوالا. شوفوا لي برك هنايا ندير شويه تاع الملح، شويه تاع فلفل الكحل. اذا كانت عندكم شويه نواد موسكاد جوز الطيب تقدروا تضيفوا شويه فقط ماشي بزاف، هكا رشه خفيفه، باسكو نعرفوا بليك في لا بيشاميل جوز الطيب تجي بزاف بنينه ما يكذب عليكم. دوك هنايا نزيد نكمل هذيك الكميه تاع الحليب اللي قعدت لي، والنار راهي شاعله نحرك نشوف. هنا بدات تعقد لي. لا بيشاميل تاعي ما نديرهاش ثقيله بزاف وما نديرهاش خفيفه بزاف كي الماء هكذا، لا نزيد لها شويه خليها تعقد لي. كي نشوفها موين ما راهي ثقيلة ماهي خفيفة نطفي عليها النار هكذا. أنا راهي بدات القوام تاعها يحكم روحو، عجبني. دوك أنا نطفي لها النار. واش راح نضيف لها عفوا إضافات. راح نجيب ملعقة كبيرة تاع جبن طاري ولا حتى 2 ملاعق كبيرة تاع جبن طاري. دوك نتوما واش كان عندكم متوفر في البيت. أنا نخلط لها هذاك الجبن. أنا في الكراتان نحب ندير هكذا الفرomاج مع البيشاميل، راح يطلق لي بنة بزاف بنينة وطيابكم يجي بنين هكذا. نحرك جيدا هذيك لا بيشاميل نخليها تبرد ونروح نشوفو كيفاش نديرو المونتاج ديال الكراتان تاعنا. رحت فيريفيت شوفلوغ تاعي اذا طاب لي، لقيتو طاب لي قطرتو كامل من الماء تاعو وخليته. نجيب لا بيشاميل نحكم المول تاع الكراتان تاعي اللي يدخل للفور. ندير نصف الكمية تاع هذيك لا بيشاميل ماشي كامل، ندير غير نصف الكمية. نفرشها كامل في الطبقة السفلية كوم سيبور كيما راكم تلاحظوا.
بعدا واش راح ندير، راح نحكم هداك الشوفليغ تاعي اللي غليتو نستفو كامل كي العسكر نستفو كامل فوق هداك البيشاميل. شوفوا كي ديروه دي بوكي هكذا يجي شباب، خير ما يجي مفتت. انا ما يعجبنيش كي يكون مفتت، يعجبني هكذا كي يقعد دي بوكي يجي الكغاتان تاعكم شباب، ما من المنظر تاعو يجي بزاف شباب. انا نفضل نخلي الشوفليغ تاعي بهاد الطريقه. فوالا، نستف كامل الشوفليغ تاعي بنفس الطريقه فوق هذيك لا بيشاميل. الطبق تاع اليوم بزاف ساهل، نتمنى تجربوه وتقولوا لي كيفاش خرج لكم في التعليقات. هنايا كي استفت كامل هداك الشوفليغ تاعي، نحكم هداك البولي. من الافضل تخدمو بيدكم ماشي بالملعقه، باش الدجاج تاعكم تزربعوه كامل في ماشي غير في اتجاه واحد. لو كان ديروه بالمغرفه راح تجي منطقه كبيره ومنطقه منها ماشي معمره بزاف. دوك من الاحسن تخدمو بيدكم هكذايا، وستفو كامل هداك البولي فوق هداك واسمو فوق هداك الشوفليغ. كي تكملوا ديروه كامل هداك البولي اللي طيبناه ديجا، عاودوا ديروا هذيك الكميه اللي قعدت لكم تاع لا بيشاميل. طبق ساهل. قولوا لي اسكو كاين كراتان ساهل كيما هذا؟ ما كاش. بصح صدقوني البنه اللي فيه نتوما ما تتخيلوهاش، بزاف بنينه. هايدا انا من عشاق كراتان شوفلوغ في رمضان. يجي خفيف على المعده، ما فيهش مقادير بزاف، غير باقي 20,000 تاع بولي اشي كانت عندي، مام با واقيلا 15,000. المهم كانت فريجيدر عندي، ما درتش بزاف، قول واحد 20,000 هكداك. وكملت درت الكراتان تاعي. شوف لا كان داير راس، قلت نبروفيتي لوكازيون اليوم نخدم لهم هاد الكراتان ويروحوا يجربوه. درت له شويه تاع فروماج رابي من الفوقه، النوعيه اللي حبيتوها. انا توجور نستعمل شيدار باش يدوبلي ويمدلي لون شباب. هكذا استفتو كامل من الفوقه، نكراتينيه في الفور لمده تاع 25 دقيقه 20 دقيقه. كي نشوفو تكراتينا بيان في الفور على اعلى درجه، نشعلو من الفوقه ونخليه يتحمر لي. عفوا شوفوا برك شحال جا شباب. راح نحضروا اليوم بوراك، ولا نقدروا نقولوا اليوم سيكار تاع البوراك هذايا. راح يجي بزاف شباب. انا اليوم اخترت لكم باسكو ملي بدا رمضان مازال ما درت لكمش بوراك تاع البطاطا. بون حكمت حبه بطاطا كبيره، غليتها قطرتها من الماء تاعها وخليتها تبرد لي. كي بردت لي درتها بالفرشيطه، عبصها غير بالفرشيطه فقط. ندير لها شويه تاع فلفل كحل، الملح. غليت البطاطا بالملحه، دونك الملح ما نديرش. شويه فلفل كحل، شويه توابل تاع الدجاج، وراح ندير شويه تاع زيتون كوبي اللي كنت غسلته 3 خطرات باش نحيدلو الملح اللي يكون فيه. وندير شويه تاع المعدنوس وشويه تاع الفرomاج طاري. هذا ما كان. دوك البوراك راح يجيكم بزاف بنين بهاد المكونات اللي حنديروها اليوم. شويه تاع المعدنوس ونخلط جيدا. هذا ما كان. بوراك البطاطا مشهور بزاف في الجزائر العاصمه، نطيبوه بالبزاف. ما كاش دار اللي في رمضان ما ديرش بوراك تاع البطاطا، صغير وكبير يحبوه. شغل داخل يجي مفرم، هذيك البطاطا تجي سايحه صدقوني تجي بزاف بنينه. المهم حركت كلش، هذيك البطاطا تكون بارده كي نديروها، باسكو كون ديروها سخونه راح تقطع عليكم الديول. نحكم باكي تاع الديول تاعي اندستريال، قسمت الباكي تاعي على زوج. ولا عندكم ديول تاع الدار ديروا ديول تاع الدار ما يهمش. انا كانوا عندي متوفرين هادوما درت هادوما. قسمت الباكي على زوج صافي حيخرجوا لكم اليوم 20 حبه بوراك الله يبارك. كل واحد دير زوج ولا ثلاثه، قول لهم لي كولوا حتى تشبعوا. هنايا شوفوا كي ندير شويه لافاكس، ما ديروش لافاكس خشينه بزاف، ديروها شويه رقيقه لافاكس باش هكذا يجيوكم البوراك تاعكم ولا هادو لي سيغار يجيو شابين. مانيش حاب ندير اليوم بوراك كبير بزاف، قلت اليوم نبدل ماشي اشاك فوا حبه ورقه تاع ديون نديرها. جو بريفير هكذايا باش تجينا كونتيتي الله يبارك. دوك هكذا ندير هذيك البطاطا كيما قلت لحدو فوق هذيك الورقه تاع الديول اللي قسمتها على زوجة. نضوي شويه برك من فقط وندير هذيك البطاطا ونروح للحبة تاعي. طريقة جد سهلة، تقدر أي وحدة في البيت دير هاد البوراك. وعلى بالي بلي حتولو ترجعوا لهاد لا فيديو وتخلوا لي تعليق تقولوا لي البوراك تاع اليوم بزاف بنين. دوك هكذا نطوي الحبة تاعي نورمال. بيان قلت لكم ما ديروش الحشو ديالكم خشين بزاف، باسكو لو كان ديروا بزاف البطاطا ما راحش يتلواو هادوك الديول، خاطر عندنا نص حبة تاع الديول فقط. صافي لو كان تشارجوا لها بزاف لافارس لداخل ما راحش ترولا معاكم هكذا. فوالا، نقلي الحبة تاع البن كان قبل الفطور بواحد نص ساعة كنت نقلي في البوراك. بعدا واحد التحلية خليتها لكم هي الأخيرة، بديت لكم بالصالي باش رحت للسكري هكذا. دوك هكذايا نكمل نقلي الحبة تاع البوراك كامل تاعي ونروح نوجدو اليوم. شاركت معكم لي تارتولات وسيترون راح يجوا بزاف بنان، قلتولي عاودوهم لنا راح نعاودوهم اليوم في القناة تاعي. ديت 2 كيسان تاع فارينة، الكاس المستعمل تاع 220 مليلتر مع نص كاس تاع سكر ناعم هكذا. ضفت عليهم قليل من الفانيليا، طريقة جد بسيطة.
نكتب لكم في صندوق الوصف بالجرام، هكذا اللي عنده ميزان يستعمل بالميزان. ندير رشة تاع الملح، ونزيد ندير عليهم 150 غرام تاع لا مارغرين هكذايا. نصابلي هادوك المقادير كامل بين أطراف الأصابع تاعي حتى تدخل هاديك لا مارغرين في العجينة. نطمها بحبة تاع بيض تكون متوسطة، ماهي كبيرة ماهي صغيرة، حتى تنطم لي لاباط تاعي. غير ما تنطم لي لاباط ديالي نحطها فوق سطح العامل، وندير لها هاد الجهد راني ندير فيه اشاك فوا نقول لكم راني نعاود فيه، اللي هو الفريزاج. لازم ديروا الفريزاج هدايا باش لاباط تاعكم تولي ليس تولي مول، وديروها في كيس بلاستيكي، خلوها ترتاح على الاقل ساعه في الثلاجه. لاباط تاع لي طارت ولا لاباط تاع لي طارتولات قد ما تروبوزي في الثلاجه قد ما تجيكم النتيجه هايله. ما يحطوا لكم في الفور ما والو. علاش يحطوا لكم في الفور؟ جاني بزاف هذا السؤال، لاخاطش العجينه ما تخلوهاش تريح بزاف. هذا ما كان. أنا خليتها ساعة ونص، ما نكدبش عليكم، ساعة ونص. جبتها، رشيت شوية البلان طرافاي تاعي بشوية تاع فرينة، ونبدا نفتح فيها. هذا ما كان. دوك هذه الطريقة تاع الفتح العجينة الصابلي راح نستعملها بزاف أنايا اشاك فوا نستعملها في طيابي. تجيني سهلة هكذا خير. من الأحسن نفتحها نطبعها ونديرها في ليمول، خير من ندير دويرة بعد هذيك الدويرة نديرها داخل هذيك ليمول ونبدا نزير. بعدا تجي كل حبة كيفاش، حبة رقيقة حبة خشينة حبة موايان. دوك أنا كي ندير هكذا نطرح العجينة تاعي فوق البلون دو طرافاي، ناسيوري بلي الحبات تاعي راح يجوني كامل كيف كيف. لو كان توزنوهم بالك تلقاوهم كامل كيف كيف وزن واحد. فوالا قطعتهم بوغت بياس نيميرو 8 ولا نيميرو 7 على حسب ليمول تاعكم، وفاصونيو لداخل. شتو شحال سهلة. يقولوا لي اسكو كاين حاجة سهلة كيما هادية؟ طريقة بسيطة تخدموا حاجة براتيك، ما تقعدوش قلت لكم دخل ما ديروا دويرة وتقعدوا تعبزوا لداخل هكذا خير. شوف ها، ديروها لداخل، دوروها غير شوية في لي كوتي هذا ما كان. ها، حبطوا العجينة تاعكم لتحت، دوروها في لي كوتي هكذايا، زيرو بصبعكم الكبير. انا على بالي غطيت لكم كامل ليماج، كي نكون نصور ما نفيقش بلي غطيت لكم ليماج. هكذا شوف، زيرو في لي كوتي شوية، وهداك الزائد نحوه بالموس. هذا ما كان. شتو شحال سهلة، طريقة جد بسيطة. انا واش نقول لكم، نكملهم كامل بنفس الطريقة. ندير هادو مع ليمول تاعي نعمرهم كامل بهذيك لاباط، نحطهم في السنيوة تاعي، نتقبهم فرشيطة. دوك نوريلكم هنايا كملتهم كامل، نتقبهم فرشيطة في الوسط فقط. هذا ما كان. رحت سخنت الفور تاعي على 190 درجة حتى ل 200 درجة، درتهم في الرف الوسطاني، خليتهم يطيبوا لي لمدة 13 دقيقة هكذا، بين 12 13 دقيقة. دوك صاديبهم كل واحد والفور تاعو. كي تشوفوهم بداو يحمروا لكم في لي كوتي، شعلوا لهم واحد دقيقة حتى زوج دقايق من الفوق، يحمروا لكم ونحيوهم هكذا وخلوهم يبردوا. نحن نوجدو كريم سيترون سهلة بزاف، 3 حبات بيض، ديروا فوقهم شوية تاع لافاني هكذا في كسرونة. تحبوا ديروا باماغي ديروا باماغي. انا اليوم درت هادية باش نزرب شوية، باسكو باماغي طول لي شوية. مي معليش الطريقتين للزوج صحاح. ندير مبشور حبة ليمون، نص كاس تاع سكر، تقدروا ديروا نص كاس يكفيكم، ما تجي حلوة ما تجي قارصة. نحرك جيدا هذيك البيض ولافاني وزاز دو سيترون مع السكر كيما كل حدو، ونضيف عليهم نص كاس قارص. كيما انا هذا القارص كان عندي قارص بيغ بزاف، قارص على الشجرة تاعي قارص. دوك واش درت، زدتلو شوية تاع الماء باش ما يجينيش قارص بزاف، هكذاك وجاتني قارصة. المهم هما موسمهم دارتو سيترون توليكا. مي في البيت كاين خاوتي ما يحبوش ياكلوا القارص بزاف بزاف هذاك اللي يحرق. دوك زدتلو شوية تاع الماء باش ما يجيش قارص بزاف. هنايا عندي ملعقة كبيرة تاع زبدة، كي طيب لي كريم سيترون باش نضيفها. هنا حطيت هذيك كريم سيترون فوق النار حتى ربع ساعة، بصح النار تكون قليلة. قد ما تكون النار قليلة قد ما تجيكم كريم سيترون تاعكم مليحة. واشاك فوا كنت نحركها باش ما تلصقليش من تحت، هذاك السكر تاعي ما يلصقليش. هكذا شوفوا، كي كملتها كامل طابت لي صبح عقدت لي جيدا حتى تعقد لكم مليحة. ماشي غير ما تشوفوها عقدت لكم طفوا لها النار، لا لا. سينو ولا تخافوا ما تعرفوش في كسرونة ديروا باماغي خير، ديروا هذيك كريم سيترون في باماغي وقعدوا من داك تحركوا. هنايا كي صفيتها باش نحيد هادوك الشوائب، البيض اللي ما طابليش عفوا البيض اللي ما طابليش نحيدو كامل هاديك الصفاية. درت ملعقة كبيرة تاع الزبدة كيما كل حدو ولا لا مارغرين. حنا مازالها سخونة مانكدبش عليكم، نتوما خلوها تبرد شوية كريم سيترون. انا باش ندير المونتاج تاع لا فيديو قريب المغرب ومازال ما كملتش لا فيديو. صافي قعدت نجري، قلت الكريم سيترون نديرها سخونة نديرها ديراكتومون باسكو ما عنديش الوقت. نتوما اذا كان عندكم الوقت خلوها او موان تريح في الثلاجة نص ساعة حتى ساعة باش تعمروا لي فون دو طارت تاعكم هكذا. دوك عمرتها كامل كيما قلت لحدو. يجوني كمية لاباس بها. نقولكم شحال تخرج لكم هذه لي طارت اليوم، انا ما كملتهاش كامل،
كريم وسيترون تخرج لكم 25 حبة. بون هادو راهم ميني طارت ما راهمش طارت كبار. فوالا هاي لا فينيسيون، ما طولتش عليكم، تمتم درت لكم لا بريزونطاسيون. الكراط حمار اللي درت له شويه تاع معدنوس من الفوق، وهذاك البوراك شتو كيفاش جاني، درت شويه زيتون كاسي، فوالا طرت وسيطون وخليتهم بردوا لي جيدا. وراني كملت لا طابله اليوم بسيطه يقدر اي واحد في البيت يجربها. نقول لكم انا هنايا راني وصلت لاخر الفيديو. اذا عجبتكم الطاوله تاع اليوم ما عليكم غير ديروا جيم وبارطاج الوصفه. نتلاقاو غدا ان شاء الله في طاوله جديده. مع السلامه.